علامات ليلة القدر، هل لها علامة؟ لها علامات في ليلتها في نفس الليلة وعلامات بعد المضي. أما علاماتها في نفس الليلة فأولها أنها ليلة مشرقة من غير قمر، ليلة منيرة من غير قمر، ويتبين ذلك إذا خرجت من المدينة. إذا خرجت من المدينة وأضواء المدينة تتبين لك الليلة بوضوح، لأنها مشرقة ولا قمر فيها. هذه واحدة. اثنين، أنها ليلة سمحة طلقة، لا حر ولا برد، ليست بالحارة تحتاج تشغل مكيف أو تشغل، وليست بالباردة تحتاج تلبس فيه، فهي ليلة متساوية معتدلة لا حر ولا برد. أنها أيضا ليلة تتضح فيها الكواكب الخفية، يعني لو تنظر السماء في غير ليلة القدر تشوف نجوم وتشوف نجوم خفية، في ليلة القدر تتضح لك النجوم كلها الخفية وغير الخفية، فتتجلى فيها وتتزين فيها السماء على أحسن ما يكون. ولهذا الله عز وجل يقول: زينا السماء بزينة الكواكب. تلك الزينة تتجلى في ليلة القدر أكثر ما تتجلى. أيضا ليلة لا يرمى فيها بالشهب، يعني كل ليلة ممكن يرمى فيها شيطان، شوف نجم وشهاب يمين يسار، إلى ليلة القدر ما فيها رمي بالشهب. لماذا؟ لأن الشياطين ما تتحرك فيها. إني أرى ما لا ترون، هذا يوم بدر، وفي كل ليلة قدر يقول الشيطان مثل ذلك: إني أرى ما لا ترون. والشياطين في ليلة القدر لا يتحركون، ما أحد يتحرك مكان، مصفدون. هم يصفدون في سائر العام لكن يتحركون بالأصفد، يعني الصفد السلسال القيد، فهم يتحركون مقيدون، فالمقيد حركته ضعيفة. لكن في ليلة القدر لا حركة، حتى اللي يسرقون السمع أو يروحوا يمين يسار، لا، ليلة القدر لا حركة فيها لشيطان، ولذلك سماها الله ليلة السلام. السلام لا يحصل إلا إذا استراح العالم من إبليس. سلام هي